أعزائي المشاهدين، ونلتقي مع الفنان خالد محروس من خلال المهرجان الدولي السينمائي بالإسكندرية. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. النهارده واحنا في منبع الفن السينمائي في الإسكندرية وتكريم الفنانين السكندريين، تحب توجه رسالة إيه لكل فنان اسكندرية أو فنانين اسكندرية السينمائيين؟ تحب تقول لهم إيه؟ والله انا مش عارف اوجه لهم حاجه لانهم عندهم كل حاجه، عندهم الموهبه وعندهم القدره وعندهم كل حاجه. بس طبعا اختي وصديقتي فنانة غادة، الفنانة غادة اجدع اسكندرانيه في البلد. طب أنا سعيد إن أعمل لقاء مع اتنين قامات كبيرة جدا، يعني فنانين سينمائيين على مستوى لا أبدا. أهلا بيك يا فنان. والله ده مش أخ وصديق وعزيز وعشرة عمر وأجدع الناس اللي ممكن تتعامل معاه، ونقاء القلب وخدوم وجميل ودمه سكر وممثل جامد قوي على فكرة. في اليوم الجميل ده تحبوا توجهوا كلمة لفنانين اسكندرية السينمائيين؟ تحبوا تتمنوا إيه لاسكندرية؟ لا، أنا أحلى حاجة حصلت إن هم من النهاردة، يعني من الدورة دي، عملوا خلاص كل سنة تقليد لتكريم نجوم ومبدعي الاسكندرية، فده بجد أنا السنة الجاية متكرمة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله كوني معانا. حب يتوجه بقى الكلمة؟ والله انا بقول لك انا بوجه كلمه للقائمين على المهرجان. انا بحييهم على يعني الحدث الجديد اللي هم عملوه السنه دي، وبشكرهم جدا على ان هم طبطبوا عليا انا بشكل شخصي ويعني واستدعوني للتكريم. انا بشكرهم جدا، وبشكر بالاخص الاستاذ محمد السماحي المخرج الكبير طبعا، الاستاذ امير اباظه طبعا. واسكندريه ولاده وعمرها ما هتنضب، يعني ده بحر فن. يعني طبعا ودي حقيقه، يعني اسال بيرم التونسي وهو يقول لك. اكيد. بنتمنى لك دايما التوفيق، والسنه الجايه يكون المهرجان احسن واجمل ويزيد مبدعين الاسكندريه وفنانين اسكندريه اكتر من كده. كل الشكر والتقدير ليك. تحياتي لحضرتك وتحياتي القناه الجميله المحترمه. الناس لها بخت كامل وانا ليا ربع بخت ومال، والبين عملني جمل انظر عمل جمال، رمى حموله وشيلني تجيل الاحمال. انا قلت يا بيه، انا قلت يا بيه، هو الحمل التجيل ينشال. قال لي يا جدع بطل بعبعه وامشي، ان كان زمانك كده ايش يعمل الجمال. أعزائي المشاهدين، ونلتقي مع قيمة وقامة فنية في الإسكندرية له بصمات واضحة في العمل الفني. نلتقي مع الفنان إبراهيم الملاح. أهلا بيك. اهلا بك استاذ محمود. البصمات دي كانت انت صانعها، انت اصلا كنت بتقود سفينه الثقافه في اسكندريه، واحنا كنا احد الموجودين في هذه السفينه، فاوعى تهد الفضل لحد غيرك، الفضل لله وليك ان احنا النهارده بنتكرم لان ظهرنا من خلالكم. الله يكرمك. بس طبعا العمل الفني يعود لأهله. أنت قيمة وقامة فنية فعلا عاصرتها في أوقات ما كنت موجود مع الثقافة، في أصول الثقافة كلها. لم أشهد فنان مبدع بصوت ملائكي، بصوت جميل جدا يمس القلب من جوه. الفنان إبراهيم الملاح فعلا فنان بمعنى الكلمة. حضرتك أنا فرحت النهارده إن أنا بغني وأنا عندي 40 سنة، يعني فرحت جدا. يعني النهارده عندي 40 سنة وبغني حاجة جامدة قوي. الفنان فنان لحد آخر لحظة في يومه إن شاء الله، وربنا يديك طولة العمر. الفنان إبراهيم الملاح ماذا يوصل رسالة لكل فنان اسكندرية، وماذا يقول لهم في هذا اليوم الجميل؟ استمر على ما أنت فيه، اوعى تبص لفوق لا تقع، خليك في مكانك. يعني أنا النهارده بأفصح عن حاجة ما حدش كان عارفها غير علي الجندي، لو مش كانش قاعد ما كنتش قلتها. إن إحنا من 54 سنة وقفنا على دار الأوبرا المصرية، المطرب الوحيد في الشرق المصري العربي اللي غنى على أوركسترا قوامه 70 موسيقي أنا، واللي أخرج الاستعراضات علي الجندي. حي يرزق على أنهي أوبرا اللي اتحرقت وفيها ديكوراتنا. ما كناش بنقول الكلام ده قبل كده ومحدش بصلنا، وكنا مستمرين.
بنروح نغني ونمثل ونعمل في قاع المجتمع وفي اعلى قمه في المجتمع، متواصلين مع جمهورنا اللي جابنا هنا. استمروا يرحمكم الله. وده اللي بيخلينا نقول تحيا مصر وتحيا رجالها وتعيش الايد الشغاله. مصريين بيشقوا قنالها بالهمه سواعد رجاله. يا راجل جيبها عشان اغنيها. سلام عليكم محمود بيه. السلام عليكم. احنا شرفنا بيك يا فنان. ربنا يخليك يا ودايما محمود. ان شاء الله نشوفك في كل الاعمال ربنا يخليك الفنيه يا حبيبي. الرائعه. لا بس والسنه احنا اللي عايزين جايه الكلام ده مع غدوه حلوه في قعده حلوه ان شاء الله. اوعى لا ان شاء الله. طيب حاضر. اعزائي المشاهدين، ونعود اللقاء مع الفنان عمر محمود. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وانا سعيد بلقائي بحضرتك النهارده. والحقيقه النهارده تكريم طبعا في مهرجان اسكندريه السينمائي كان بالنسبه لي مفاجاه، بس مفاجاه طبعا جميله، بتديني يعني احساس ان تعبي ما راحش. 35 سنه فن، 35 سنه غنى وطرب، اذاعه وتلفزيون وتاسيس اوبرا وتاسيس تلفزيون اسكندريه. اول مطرب يظهر على شاشه تلفزيون اسكندريه سنه 1990، كنت لسه شباب خالص. اول مطرب يتعمل له كليب في التلفزيون، شاركت في مسلسلات ومسلسلات تلفزيونيه واذاعيه هو ده اللي بنقول بقى، اسكندريه دايما ولاده. حقيقي. الفن فيها ما بينضبش ابدا ولا بيجف، دايما على طول متجدده. اسكندريه ملهمه حضرتك، ويعني الاسكندرانيه كلهم عندهم اللمسه الفنيه دي، تلاقيها دايما جواهم. احنا اساسنا صيادين، اساسنا في البحر. طبعا الجو والتاريخ العظيم لاسكندريه كله ده طبعا بيأثر فينا. يعني احنا النهارده في المهرجان شايفين باقه كبيره جدا من فنانين اسكندريه السينمائيين والمبدعين، واللي كان فيهم بصمه، لهم بصمه فعلا في الحياه الفنيه. احنا النهارده بنشكرك وبنبارك لك على هذا التكريم، وبنقول السنه اللي جايه ان شاء الله يكون المهرجان احسن واكبر ومشارك فيه نجوم كتير جدا. على ما اعتقد اللفته اللي اتعملت النهارده دي، زي ما حضرتك شايف النهارده تجمع كبير جدا كان في المؤتمر او في الندوه دي. ان شاء الله ده هيدي دفعه كبيره جدا ان السنه الجايه هيبقى في تطور ولمسات احلى واحلى ان شاء الله. شكر جزيل لك والف الف مبروك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، والان لقائنا مع فنان كبير جدا، فنان مبدع قوي، فنان احنا عمرنا ما بننسى بصماته الفنيه على مستوى الاسكندريه كلها، الفنان محمد مرسي. اهلا بيك. اهلا بيك وكل سنه وانتم طيبين، ومهرجان اسكندريه دايما منور اسكندريه. مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي دورته ال40، انت شايف هذه الدوره ازاي؟ اولا ده مهرجان اسكندريه السينمائي، انه يوصل للدوره 40 ده معناه انه مهرجان من اقوى المهرجانات في العالم. من الصعب انك تشوف مهرجان على مستوى العالم كله واصل للارقام دي، ال40 وال30 وال50. ده دليل على ان الناس القايمه عليه بتشتغل بجهد كبير جدا جدا للحفاظ عليه. كل سنه في حاجات جديده بتحصل، مسابقات جديده بتضاف، افكار سواء في التكريمات او الاحتفاليات بتضاف. مهرجان اسكندريه السينمائي هو مهرجان بقدر محافظه اسكندريه. تحب ان انت توجه رساله للفنانين اسكندريه المبدعين السينمائيين، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان ده مهرجاننا، مهرجان اسكندريه السينمائي هو مهرجان يخص اسكندريه ويخص مصر بشكل عام. انا شخصيا مش بحب التصنيفات دي، يعني مش مع فكره انت اسكندراني وانت من منصوره وانت، بالعكس طبعا. وفي الاخر احنا كلنا تحت مظله اسمها مصر، مصر العريقه، مصر العظيمه يعني. فاحنا كاسكندريين وكفنانين ندعم اي عمل فني او اي مهرجان يحدث في اي شيء في مصر، في اي منطقه في مصر. وسيظل العمل السينمائي مبدع وجميل. شكرا لك يا فنان.
أعزائي المشاهدين، ومن خلال مهرجان الإسكندرية الدولي السينمائي في دورته الأربعين بنلتقي مع قيمة وقامة فنية الفنانة عرفة عبد الرسول. أهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا حبيبي، اهلا وسهلا. نورت اسكندرية وطول عمرك منورة اسكندرية. ربنا يخليك، اسكندريه منوره باهلها. النهارده المهرجان في نسخته الأربعين محتاج رسالة من قيمة وقامة وفنية زي حضرتك ان انت توجهيها لكل المشاركين النهارده واللي اتكرموا من الفنانين الاسكندريين. والله انا بتمنى لهم دوام التألق ودوام الصحه ودوام العشره ودوام ودوام ودوام. بحبهم كلهم، اصحابي وحبايبي وعشره عمري. واتمنى ان اللي مزعلني يعني ان انا اتعلمت في الاذاعه، زمايلي الاذاعيين هم اللي علموني، فمفيش اسماء اذاعيين بتتكرم، والناس دي راحت كده طي النسيان. الناس بتوع ارشيف المحاكم والناس اللي كانوا بيعملوا مسلسل، الدنيا راحت في حته تانية دلوقتي. يعني خلاص ما بقاش في حد بيسمع اذاعه، والميزانيات بتاعت الإذاعة راحت، ما بقاش في ميزانية للمسلسلات، فبقوا بيعملوا مسلسل واحد في رمضان وحلقتين أرشيف محاكم جداد وحلقتين قدام، مفيش ميزانيات. أنا أتمنى أن شلة إذاعة اسكندرية، الأساتذة محسن عبد اللطيف، كريمان عطية، سيدة الرمح، نادية إبراهيم، نادية أمير، واشتغلوا معانا مسرح هم على فكرة، وفؤاد فهمي وفؤاد كل الناس دي أتمنى ان هم يتكرموا. احنا شاهدنا اعمالك الفنية في الفترة السابقة، كانت حاجات جميلة جدا تعبر عن فنانة مخضرمة اتأصلت في الفن فعلا، لها تاريخ ولها بصمة جميلة جدا. طيب زي ما حضرتك بتتكلمي تقولي انه الاذاعه كنا بنستنى التلفزيون الاذاعه ونقلب من محطه الشرق الاوسط لمصر كده في رمضان ونسمع واحنا بنفطر. الايام دي كانت ايام جميله. طب ازاي نعود ليها تاني؟ صعب، ما هي الدنيا بتتطور اصلا. المستحيل ممكن يتحقق بعون ربنا. لا مش للدرجه دي طبعا. متفائل لازم شويه. لا يعني ما اقصدش، انما هو الدنيا بتتطور. انت تبقى بتضحك على نفسك لو قلت لا انا هقوي الاذاعه وهضخ فلوس في الاذاعه وخلي الاذاعيين لا، انت تضخ فلوس في منصه والناس تسمعهم على النت. خلاص ما عادش في حد، لان احنا بقينا في عصر السماء المفتوحه والقريه الصغيره، بقى كل السوشيال ميديا حاجه جامد. ما هي الدنيا اختلفت. ما هو يعني النهارده انت مش هتقدر تقول انا هنزل اشد مش عارف مين الغراف. مش هتقدر النهارده تنزل تقف في الكابينه عشان تتصل بدمنهور واستنى دورك يا فندي وكابينه رقم 3. الدنيا اتطورت. الناس اللي هي كانت بتقعد في كابينه، انما موظفين راحت، مهن انقرضت. يعني في ساعاتي النهارده نادر جدا لما تلاقي ساعاتي. فالدنجة بتتطور، فانت بتحلم حلم يعني الغول والعنقاء والخل الوفي. انت بتحلم بالثلاث مستحيلات دول، مستحيل. بس نقدر نقول الفن حاجة تانية. ساعات الواحد بتشوق كده يسمع حاجة من بتاعة زمان كده، يحس ان النشوة والفرحة بترفرف جوه قلبه. يعني بيبقى فن زمان. ما انت عندك ارشيف، طلع منه واتفرج زي ما انت عايز، خلاص. انما مش هيرجع تاني. انت عايزين نكون مسيرين للواقع التطور اللي احنا عايشين فيه علشان نبدأ ان احنا نتقدم. يعني بص هقول لحضرتك، انا بشتغل في القاهرة، وبحكم شغلي في القاهرة في مخرجين هايلين جدا ومتطورين، شغالين 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 شغالين، وكل مرة كل فيلم احلى من احلى واحلى. في مخرجين مش عاملين ابديت لدماغهم، عواجيز زي حالاتي، بس مش متابعين الحركة العالمية، فتلاقي عامل فيلم شبه ليالي الحلمية. ما ينفعش. النهاردة بقت في حاجات تانية خالص، فانت لازم تبقى واخد بالك وواعي للمرحلة، وواعي انت بتعرض فين، يعني حاجات كتير. بس حضرتك لا، انا يعني مختلف معاكي في نقطه. انا فنانه زي لا، ده احنا اتفرجنا على المسلسلات اللي كانت في رمضان واللي فات دي كلها حاجه جميله، يعني بتعبر عن انك موائمه الحدث وموائمه العصر وموائمه الساعه اللي موجوده بفنك وادائك اللي هو المتطور. ما هو عشان ايه بقى؟ ما انا لسه كنت بقول لك انا مواكبه ليه؟ لان انا ما بعدتش عن الشباب،
وكل فترة كده بعمل ورش حكي، أعلم شباب تمثيل وحكي وحاجات كده. بس الحقيقة أنا مش بعلمهم، أنا بتعلم منهم، بعرف المصطلحات الجديدة اللي بيقولوها. يعني أنا مثلا ما كنتش أعرف المصطلحات بتاعتهم دي، ميديوكر اللي هو، أو مثلا اللي هو توكسيك، الحاجات اللي بيقعدوا يكتبوها على الفيسبوك. قاعد أسألهم يعني إيه توكسيك، يعني إيه. فحاول أنا كمان، بس بلهس لأن أنا برضو دماغي على قدي. يعني أنا في حاجات كتير بحاول بس مثلا في حاجات عمليات كتيرة على الموبايل ما بعرفش أعملها، بس بحاول أتعلم وبحاول أتشعبط وأقعد مع أحفادي وأشوفهم بيفكروا إزاي، بيقولوا إيه. معاهم موبايلات، طب إيه الموبايلات إيه لازمتها؟ طب ما ناخد منه الموبايل. بكتشف إنه لأ، لازم الموبايل عشان مامته تطمن عليه وهو في التدريب وهو في الدرس يعني كلمات جميلة في يوم جميل، مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي من الفنانة عرفة عبد الرسول. بنشكرك وبنتمنى إن شاء الله إن المهرجان السنة الجاية يكون أفضل وأحسن، ويبقى فيه فنانين كتير جدا من اسكندرية منبع الفنانين. أشكرك جدا جدا جدا، وإن شاء الله يا رب اسكندرية عمارة بأهلها وبناسها، وطول عمرنا في وزارة الثقافة كنا احنا اللي بنشرف على مهرجان اسكندرية، واشتغلت فيه أنا في سنة من السنين مع الأستاذ غنيم، كان مصطفى درويش وأنا وابني كنا شغالين في المهرجان في افتتاح والختام. ربنا يوفق الجميع يا رب. شكرا جزيلا للفنانة عرفة عبد الرسول. أستاذ أحمد أدري، إحنا ما برافو. يعني أستاذ أحمد أدري، حضرتك قلت السنوات القادمة هيبقى طبعا حضرتك علامة من علامات اسكندرية وأهلها. تكريم أي شخص النهارده تكريم لنا والاسكندرية كلها. ففي ناس كتير، كل الناس جالها الحق، معظم الناس جالها الحق. عندكم يعني مصر عندكم شباب كبار جدا، لو راحوا القاهره هيبقى عندهم مصطفى نصري مثلا. انا سعيده وبتشرف موجوده النهارده وسط الاسره السكندريه الرائعه، اللي يعني كمان اشرف ان انا انتمي الى هذه المدينه المتميزه ثقافيا على مستوى العالم. أعزائي المشاهدين، ونعاود اللقاء مع المعلق الرياضي خالد عبد الشفيع، نجل الفنان إبراهيم عبد الشفيع، أحد قامات الفنية بالإسكندرية. أهلا بيك. ربنا يخليك، أنا سعيد إني بتسجل مع حضرتك. ربنا يخليك. سنة طيب. إحنا أسعد بيك. النهارده في فعالياتنا في المهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته ال40، وتكريم عدد كبير جدا من الفنانين السكندريين، القامات الكبيرة جدا والفنية اللي شاركت وكان لها بصمة فنية. ماذا تقول لكل من شارك في هذا المهرجان؟ اولا انا اشكر القائمين على مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي في نسخته الحاليه في تكريم كل فناني الاسكندريه، وطبعا بالتخصيص طبعا تكريم والدي الفنان الراحل الكبير استاذ ابراهيم عبد الشفيع، المطرب والملحن ابراهيم عبد الشفيع، اللي انا بعتبره عاشق الاسكندريه، وكان في كتاب فعلا عنه اسمه عاشق الاسكندريه، لان الوالد كان بيعشق فعلا تراب الاسكندريه وغنى الاسكندريه. يمكن اهم الاغاني شلاه مرسي ابو العباس، مدد يا سيدي الاباري، الله يسونك يا بلدنا يا غالي وترابك غالي، اسكندريه ام الخف على البحر بالتفاحات الشبك، حل الدفه ولا بينا ملاح. يمكن اغاني معروفه جدا، اغنيه مشهوره جدا ترتبط بكل سكندري، ويمكن فرق كتيره بتغني هذه الاغنيه. فبالتالي والدي هو عاشق لمدينه اسكندريه، غنى الاسكندريه كتير ولحن الاسكندريه كتير، وهو غنى لقامات التلحين المصري والعربي زي الراحل الاستاذ محمود الشريف الله يرحمه، والراحل الكبير الاستاذ عبد العزيز محمود الله يرحمه،
والراحل الكبير استاذ جلال حرب واستاذ فؤاد حلمي، الاستاذ محمد قبيل يمكن غنى لناس كتيره جدا بابا. وكمان هو لحن لكبار المطربين مطربات زي الفنانه راحله صباح، الفنانه عايده شاعر، الفنانه ايمان التوخي، الفنانه ليلى نظمي، الفنان احمد عدويه، الفنان عمر فتحي، الفنان كريم محمود، الفنان محمد رشدي، الفنان محمد العزبي، محمد ثروت. يعني امثله كتيره جدا بابا اللي عمل لها الحان والحان مسمعه يمكن في الاذاعات وفي القنوات الخاصه او في الاشرطه يعني. فالوالد الحمد لله انا سعيد ان هو اتكرم النهارده في هذا المهرجان، مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي. وبعدين ليه اغنيه كمان اتخذت تتر للمخرجه ساندرا نشأت، اغنيه شلام رسول عباس كتتر لفيلم السينمائي الناجح حراميه في KG2. فطبعا ده كان وسام على صدر والدي لما شاف ده، كان سعيد جدا جدا. ناس كتيره قالوا له انت المفروض تقاضي الناس اللي خدت حاجتك وعملوها تتر من غير ما يرجعوا لك. قال لهم لا ده انا عايز اشكر الناس اللي خدت اغنيتي عملوها تتر الفيلم السينمائي سيخلد على مر التاريخ. فانا بشكر حضرتك على هذا اللقاء الجميل طبعا. لا فعلا، وانا حينما كنت مدير لقصر ثقافه الشاطبي اطلق اسم الفنان ابراهيم عبد الشفيع على القاعه المسرح اللي تحت اللي موجوده في قصر الشاطبي، ده تكريما لاعماله الفنيه العظيمه والمبدعه. نتمنى لكل فنانين اسكندريه التوفيق، واحنا بنشكرك وبنشكر وبنقول ربنا دايما يجعلك يعني خلف صالح له، مخلد اسمه وعمله وفنه، والتوفيق ليك ان شاء الله في كل اعمالك. انا بشكر حضرتك وقناتك الجميله اللي كلنا بنحبها، وسعيد بهذا اللقاء مع حضرتك. تحياتي. مشاهدينا الكرام، نعاود اللقاءات مع الشاعر جابر بسيوني، أحد قامات وقيمة في المجال الأدبي بالإسكندرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ محمود، وأهلا بهذا المهرجان الكبير. النهارده واحنا في مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي في دورته ال40، وشفنا قيمه وقامات كبيره جدا من الفنانين السينمائيين الاسكندريين اللي كان فيهم لهم بصمه فعلا في الحياه الفنيه والفكر الانساني المتطور. ماذا توجه رساله لكل هؤلاء الفنانين؟ مبروك، وبقول ان اعطاء كلمه طيبه لمن بذل جهدا في أي مكان أنا أعتبره تقدير وتقدير مستحق، فما بالك بالتكريم، وتكريم وسط حشد كبير جدا من المهتمين بالعمل الثقافي والفني في الإسكندرية. أنا أعتبره شيء جميل، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأنا أعتقد أن الأجواء جميلة فيها نوع من الحب والتعارف واللقاء مرة أخرى. يعني كم من شخصية جميلة اليوم التقيتها بعد سنوات من الغياب، واعتقد ان ذكر من اعطوا للاسكندريه في هذا اليوم وتكريمهم وبدايه في ضمن مهرجان الاسكندريه السينمائي في دورته ال40، انا اعتقد انها بدايه طيبه. ارجو ان يستن بها في المرات القادمه، يعني المرات القادمه يبقى مجموعه اخرى من المكرمين، المجرى اللي بعديها مجموعه اخرى، لان ده هيشيع شيء من او يذيع شيء من حاله الحب، ويبقى عدوى الحب موجوده بيننا، يبقى بدل عدوى الحقد يبقى عدوى الحب تبقى موجوده بيننا. وانا اعتبر ان كل انسان كرم اليوم، وهو تكريم لكل انسان اخر لم يكرم ولكن اعطى. المصري لا يعرف المستحيل، هل نحن قادرين على ان احنا نتحدى المستحيل ونحقق كل ما قلته؟ ده فعلا انت اللي عبرت في خط بارليف، انت اللي علمت العالم استراتيجيه عسكريه جديده، انت اللي علمت نظريات في ضخ المياه لهدم خط بارليف المنع الخطير. فانت لا مستحيل امام اي انسان مؤمن بالله، انسان مؤمن برسالته، انسان مصري اساسا، لان مصر هي ام الحضاره، اول حضاره على وجه الارض هي مصر. حتى الآن لم يكتشف أسرار الهندسة في بناء الأهرامات، ولم يكتشف أسرار التحنيط في الطب. مصر علمت العالم وتحتفظ بأسرار العلم في جوهرها حتى الآن. دي مصر أرض الطيبين والإيدين الشغالين، مصر الأزهر والحسين والكنيسة والأذان. مصر مهما نقول ونوصف أغلى من الضيف علينا، واللي جرب غربة يعرف قد إيه غالية علينا. تحيا مصر الإنسانية والضمير والمفهومية، مصر شايلة المسؤولية واقفة تتحدى بثبات. شكرا استاذ محمود، جميل، يعني اوجزت فشملت، احييك والحماس متحد بينا، ويبقى ان نتمنى الاسكندريه المزيد والمزيد والمزيد من الاضاءه والنجاح والازدهار. بنشكر الشاعر الكبير جابر بسيوني عضو اتحاد الكتاب على هذه الكلمات الجميلة المؤثرة واللي لها وقع
اللي بيلمس قلبنا، ونتمنى لاسكندريه وكل مصر كلها وكل ادباء مصر وفنانين مصر ومصر ترجع تاني تاخذ المكانه التي تستحقها مره اخرى. كل الشكر والتقدير ليك. بالغ تقديري لحضرتك، شكرا. ويوم زي النهارده هو يوم تكريم لي انا، ان احنا نسعد بحضورهم ونسعد بتكريمهم، لانهم فعلا يستحقوا اكتر من كده. فعلا زي ما قال كابتن علي، اسكندريه تستحق اكتر بكتير، وان شاء الله السنين اللي جايه هتكون فعلا بالنسبه لما يخص مهرجان اسكندريه السنه ان شاء الله بوعد الاستاذ امير اباظه ان شاء الله انها هتكون افضل بكتير ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، ونلتقي الآن مع الأستاذ محمد سماحي في المهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته ال40. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. النهارده يوم جميل جدا عظيم، فرحة بتعم المكان كله، تكريم فنانين اسكندرية المبدعين واللي لهم بصمة دايما في العمل الفني. ماذا الرسالة أو ما هي الرسالة التي توجهها إلى فنانين المكرمين في هذا اليوم؟ أولا هم فنانين اسكندرية دول أساتذة واساتذه كبار وعمالقه طول عمرهم، طول عمر اسكندريه ولاده باحسن وافضل العناصر، ودايما يعني هي بتقدم كتير وبتقدم كل ابداع وبتقدم كل حاجه كويسه. فده كانت حاجه يعني طبيعيه جدا ان مهرجان زي مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي يكرم مبدعين اسكندريه. يعني بدايه جميله في التعارف بينهم وبين بعض، وان شاء الله يعني السنين اللي جايه يكون في تكريمات اكتر وفي وضع افضل. يعني وصلنا للمستهدف من هذا المهرجان بنسبه كبيره جدا، وظهرت قدامنا بعض حاجات قلنا ان احنا ان شاء الله في المهرجان اللي جاي نبدا ان احنا نضيفها او نزودها ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا استهدفنا ان احنا نجيب كبار المبدعين اللي هم من اصل السكندري النهارده، والحمد لله كلهم لبوا الدعوه وكلهم شرفونا. السنه الجايه هيبقى في مشاركه فعاله من شباب مبدعين اسكندريه في المهرجان، هيبقوا لهم تواجد في الجانب التنظيمي في المهرجان ان شاء الله، وهيكبر المهرجان لان هم كمان هم عناصر قويه وفعاله ان شاء الله. ان شاء الله. ودايما اسكندريه مبدعه بها الفن كله. بنتمنى ان شاء الله العام القادم المهرجان يكون افضل وافضل وافضل. كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد سماحي، شكرا جزيلا. تسلم يا حبيبي. اعزائي المشاهدين، وفي ختام هذا المهرجان اليوم في الاسكندريه شاهدنا اليوم تكريم العديد من الفنانين السكندريين، كلهم قيمة وقامة فنية، ساهموا في العمل السينمائي والعمل الفني بشكل جيد جدا وبشكل مؤثر، وكان لهم بصمات في هذا المجال. كل الفرحة وكل السرور زي ما احنا شايفين بتعم أرجاء المكان، الناس كلها مبسوطة فرحانة، الفنانين اللي كرموا في غاية الفرحة، وبيتمنوا إن شاء الله إن المهرجان السنة اللي جاية يكون أفضل وأحسن، ويتمنوا إنه يكون التنظيم على أعلى وأعلى مستوى دائما. لا يسعنا في الآخر اللي احنا بنقول لكم سلامات يا أهل بلدي، وتسلم مصر وأرض مصر. تاريخك الطويل على ضفاف النيل حضارة مش دمار، دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. الغرام والنيل